بالنسبه للشعور بداك الحريق اللي تيكون من جهه القلب، كاين فرق بينه وبين سكون نابيل الذبحه الصدريه. الذبحه الصدريه هذه كتعني بان القلب يسوف نقص ليه الاكسجين، وهذاك مرض خطير ماشي على هذاك نهضروا. وهذاك الحريق ديال القلب غالبا كيكون 99% ماشي الذبحه الصدريه، تيكون حوايج اخرين. الحوايج الاخرين اللي كيجي فاش تكون هاد الحوايج الاخرين تيكون غالبا الامراض الهضميه. فاش تكون داك الارتجاع المريئي تعطي نفس الحريق ديال الذبحه الصدريه. داك الشعور بالعرق وبالسخفه والدوخه وبحال بغا بنادم يسخف وداك الشيء راه نفس الحوايج ديال امراض المعده، امراض الارتداد المعدي المرئي تعطيو نفس الاعراض. ثانيا قله النعاس اوسي مع الكارو كاملين اللي تجمعوا كيديروا نفس الاعراض ديال الذبحه الصدريه. المساله الثالثه وهي السمنه الزائده، كثره الشحمه اللي كتلصق دوك العروق ديال الكوليسترول اللي كيلصق في العروق ديال القلب، وكيدير بعض المرات لاسيفيزونس كتسمى غير نقص في الاكسجيناسيون ديال القلب. كلهم ماشي خطر، ولكن خص يعني الانسان يراقب صحته ويشوف منين جا. كاين التهاب ديال داك العظم ديال القص اللي عندنا تحت الصدر، حتى هو كيعطي نفس المشاكل ديال الذبحه الصدريه. ولكن على العموم خصنا تعرفوا بانه واش عندنا السؤال جاني بزاف ديال المرات بانه الحريق ديال الصدر اللي جهه القلب ما تيكونش خطر، وغالبا ما كنصيفطوا نديروا تخطيط القلب ونديروا هكا كنلقاو غير مسائل بسيطه، اما هضميه اما نفسيه اما يعني بيولوجيه، تيكون شي كيميل ولا شي يعني زياده في لي دوزاج ديال الكوليسترول. هادو هما الاشياء اللي تقدر كدير نفس هذاك الحريق ديال الذبحه الصدريه اللي هي نقص الاكسجين في القلب اللي هي خطير. وهذاك هو علاش كنديروا لي زاناليز في الاول عاد، حيت ما تكونش واخا غير 0.5% اللي كيعطي هذاك المشكل، ولكن في نفس الوقت خصنا نتاكدوا بلي ما كاينش، يعني باش بالتخطيط او بعض التشخيصات يعني التلفازه اللي كتقول لها التلفازه يعني ديك امواج الموفوق الصوتيه، او بعض المرات بالاشعه السينيه وكندوزو شي ماده في العروق باش كنشوفوا هذوك العروق ديال داك الشرايين ديال القلب اللي كتسمى الشرايين التاجيه زارتر كوروناريان، كنشوفوا واش ما دياقوش واش فيهم كوليسترول ولا ما فيهمش.